تمام. بدأ التسجيل. أهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابعنا، سواء على قناة يوتيوب بتاعتي، أو سواء أصدقاء أنديل وركن الدين على بالتوك. معلش أنا بخشش بالتوك، سامحوني. حوار جديد بين الآراء والمعتقدات اللي موجود. أحب الأول أتعرف بالأستاذ ركن الدين، عشان حتى اللي هيتفرج على الفيديو على القناة عندي يبقى عارفه. مفيش مشكلة. أنا اسمي ركن الدين عمر حمزة بكلر أبادي. سن 21 سنة، سنة تالتة هندسة كهرباء. آه، آه، تخصصي أو قراءاتي المحدودة بتكون في علم مقارنة الأديان اللي هي الخاصة بالمسيحية واليهودية. اطلاع على الفلسفة الغربية من خلال قراءات مونسيكو، جان جاك روسو، جون لوك، اللي هم يعتبروا المؤسسين الحداثة للفلسفة الشرقية للفلسفة الغربية الحديثة، اللي هي نهضت بأوروبا في القرون الوسطى. ده باختصار شديد جدا. اتفضل، مايك معاك يا أستاذ أمير. تمام، اهلا بيك. كنت عايز اناقشك كده. انت ما يعني اللي قرأت فيه او درست فيه المسيحية واليهودية بس، انما ما درستش الحضارات الشرقية القديمة زي الزرادشتية مثلا، او البوذية، او الهندوسية المصرية القديمة، البابلية. الحاجات دي ما قرأتش فيها، او ما درستش فيها شيء. لا، هو حقيقة الأمر، الإنسان لما بيتخذ علم كدراسة، بيتخذ علم يبرز فيه ويلقى له منافحين. فانت لو درست حتى في الزرادشتيه او البوذيه لن تجد لهم في الشرق اصلا من مكانه. فانت مش بحاجه انك انت يعني تكون بس كده مش هتبقى دراسة قوي في محايدة دراستها، أو لكن قوية، لأن كقراءه. عندنا أكبر ديانة على مستوى العالم هي البوذية والهندوسية في الهند وفي الصين، ليها معتنقين كتير. يعني أنا واحد من الناس هذا لما استعداد. درست الجميع، درست كله بلا يعني ما تمام. فيش حتى ديانة سبتها، حتى جميل الديانات جدا اللي هذا طلعت التعداد اللي حديثة حضرتك. حاليا. جميل جدا، جميل جدا. حضرتك درست اتفضل. الديانه البوذيه بشكل جيد جدا. هو بصراحة أنا حضرتك حاليا. درست الديانه طيب، البوذيه بشكل جيد. هديك نبذة بسيطة عن مجال دراستي، او انا درست ازاي او غيره. انا بدأت دراستي تمام للأديان جدا. في سنة 2001 2002. كنت في سنة أولى كلية، وكنت ابتديت بقى أحتك بالمجتمع، وأشوف الثقافات المختلفة والأفكار المختلفة إلى آخر من هذه الأمور. ومن هنا سألت نفسي سؤال: هو أنا ليه على الدين اللي أنا عليه؟ يعني ليه انا اتولد والدي والدتي يحطوا لي دين معين؟ ماشي، انا ما اعرفش اي شيء عن دين تاني، ما اعرفش، ما اقدرش اقول الدين ده صح ولا غلط، لان انا اتولدت لقيته كده. في دين تاني مثلا زي الاسلام، انا ما اعرفش عنه غير شوية حاجات بسمعها وبتتقال، انما انا ما درستهوش. حتى الدين بتاعي نفسي انا ما درستهوش، انا ورثته. اعرف منين الاسلام او المسيحية اللي صح؟ طب اعرف منين ربما يكون في دين تاني هو اللي صح، او دين تالت، او في دين ممكن انا ما اعرفوش هو المظبوط؟ فهحتاج ان انا لازم ادرس الاديان واقراها. لو انا حد فعلا عايز يعرف فين الحقيقه، محتاج ان انا ادرس واقرا الاديان دي عشان اعرف فين الصح وفين المظبوط. ومن هنا بدات رحلتي حوالي 6 7 سنين في تمام. دراسه الاديان. ده بجانب الدراسه بتاعت الكليه، انا حضرتك كنت بقسم طالع فلسفه. على حضرتك كنت مطلع على الديانات اللي هي الهند اوروبيه، او الديانات الهنديه اللي هي البوذيه والزرادشتيه وكده، صح؟ طيب، بس جميل جدا. للاسف ما كانش عندي ساعتها مراجع كتير، لان ساعتها كانت الساعه الانترنت بحوالي 6 7 جنيه، وما كانش مراكز الانترنت متاحه في مصر زي اليومين دول. فساعتها ما كانش قدامي مصادر جميل كتير جدا ان انا يعني. اقدر ادرس ما فيش او الاقي مشكله. اللي انا انت عايزه. الان طلعت بشكل اقوى على انت الان طلعت بشكل اقوى على الديانه البوذيه. بوذا لما اتى لمجتمعه، كان مم. بيحارب امرين معينين. اتى بشكل عام لمحاربه هذين الامرين. انا مش موضوع اختبار، مش مم. القصه مش قصه ان انا بختبر الاستاذ البير او لا. تمام بس تمام. القصه قصه ان الاستاذ البير قال انا قرات بشكل جيد جدا في هذه الديانات. انا قراتي ليها حقيقه يعني قراءه سطحيه، ولكن بوذا اتى لامر او امرين يحاربهم. حضرتك عندك اطلاع على الامرين دول؟
مش فاهم ايه ازاي انت بتقول قتل امر او امرين. هو بوذا ماشي لم يكن نبي ولم يكن رسول ولا صاحب ديانة، هو صاحب فلسفة. صحيح. في ناس كتير خدت الفلسفة بتاعته وحولتها الى ما يشبه الديانة. ماشي. وبوذا في بعض المواقف قال ان في اله، وفي مواقف اخرى قال ما فيش اله. يعني هو ما كانش قضيته ان في اله ولا ما فيش. ماشي. هو كان قضيته فلسفة الاخلاق اللي هو او الفكر الاخلاقي والفلسفي بتاعه اللي هو بيعمله، مش اكتر. فانا مش فاهم حاجتين ايه ومش جميل حاجتين ايه جدا. هذا واللي الفكر انت بتقوليه. الاخلاقي، هذا الفكر، تمام، هذا الفكر الاخلاقي وهذا الفكر الفلسفي من ضوء الاطلاع البسيط جدا على فكر بوذا، ان هو اتى لمحاربه امرين: القول بتناسخ الارواح وتحويل المجتمع الى طبقات. القراءة في الأديان الهند أوروبية، أو القراءة في الأديان اللي هي حضرتك قلت معلومة مغالطة شديدة جدا، إنه الديانة الهندوسية هي أكبر ديانة في العالم، وده كلام خاطئ جدا. إنه البوذية. لو ركزت ورجعت حتى، أو البوذية إن هي أكبر ديانة في العالم، ده كلام خاطئ جدا وملوش يعني أنا أنتظر من حضرتك دليل على كده، ولكن ده مش محل حوارنا الآن. انا هستاذنك تمام. انك انت اوكي. الان تبدا في آه الخمس دقائق اللي الخاصين بحضرتك. المطلوب منهم، معلش استاذنك، المطلوب في اتفضل. الخمس دقائق احنا كان يعني كان طلبي في المناظره من الاستاذ البير، انه احنا في اول محاضره لينا او في اول حوار هنلتقي فيه هيكون عن ماهيه وجود الله. هل الله موجود او غير موجود؟ فانا هسمع اول 5 دقائق من الاستاذ البير على ادله نفي وجود الله. لا ثواني، انا عندي تمام؟ تحفظ على شكل هي كده مش حوار، هو للاسف مناظره. يعني اسلوب كلام حضرتك وخمس دقايق وخمس دقايق ده كده اصبحت مناظره. ماشي. رغم ان انا ما بحبش الاسلوب ده، بس سامحني. انا يعني انا طالب طلبين بس في الحوار مش اكتر. اول طلب اتفضل يا فندم، اتفضل. اللي هيطرح نقطة واحدة، مش هيطرح 5 6 7 10 نقط ونفضل في السجال بقى ما بينهم، وانت نسيت النقطة دي وانت جاوبت على دي وما جاوبتش على دي وهربت من دي. ف تمام تمام تمام. طب انا هقول لك طلبيني وبعدها اتفضل، ما فيش مشكلة. اتفضل يا فندم، اتفضل اول يا فندم. نقطة، اللي هيطرح نقطة او فكرة يا ريت تكون واحدة عشان يسهل التعامل معاها، ما يبقوش اكتر من نقطة ويحصل اغراق لطرف من الاطراف ويبقى الموضوع يتوه في النص. دي نقطة. النقطة رقم 2، أنا مش شايف إن أنا محتاج ألتزم بوقت ولا أنت تلتزم بوقت، لأن أنت ممكن الفكرة اللي عايز تقولها ما تاخدش منك دقيقة، فمش هتضطر تسترسل 4 دقايق على الفاضي، وممكن النقطة تبقى محتاجة 6 7 دقايق. انا ممكن فهمني، اجاوب فأنا عن ما عنديش مشكلة في دي. يعني موضوع ماشي، الوقت ممكن مش عندي فيه ارد. مشكلة. اتفضل. ما فيش مشكله، ممكن ارد على النقطتين اللي حضرتك اثرتهم. اتفضل. النقطه الاولى وهي اثاره نقطه واحده في الحوار او في المداخله، يعني هذه اوافق عليها بالكليه، حتى انا استفيد وحضرتك تستفيد والمستمعين تمام. يستفيدوا. النقطه الثانيه موضوع تحديد الوقت وخلافه، انا بقول حد ادنى 5 دقائق بدون مقاطعه من الطرف الاخر. اذا الشخص اللي يعني اي احد مننا فكرته زادت عن 5 دقائق تصل الى 10 دقائق حد اقصى، واعتقد يعني فكره في اكثر من 10 دقائق يبقى في هتبقى اطمئنان مملة او في وصعبة. استرسال مظبوط. غير محبب غير صح كده. تمام. فانا موافق على موضوع اثاره نقطه واحده، ما عنديش مشكله. مش جميل. يعني اصل احنا بنحاور فكر قصاد فكر. انا الان لا انا مظبوط. محضر في الموضوع اللي هتكلم فيه ولا حضرتك بتبقى محضر، فده فكر قصاد فكر، فمش معقول ان احنا. تمام. فانا هستاذنك تبدا الان اول 5 دقائق. انا سؤال لحضرتك ادله نفي برضه وجود 5 الاله. دقايق اوكي. ممكن حضرتك تزود فيها، انا سالت سؤال واحد وممكن حضرتك تزود حسب ما توصل فكرتك في 5 دقائق، طيب. 10 دقائق كما تحب. السؤال الاول لحضرتك اوكي. او مش سؤال، مم. الموضوع اللي حابب اتكلم فيه مم. كبدايه ادله نفي حضرتك على وجود الاله. ازاي بتنفي الاله؟ اوكي. ازاي بتقول ما فيش اله؟ اتفضل معاك. تمام. اول شيء معروف يعني حتى القرآن او الاسلام بيقول البينة على من ادعى، ولكن ما عنديش مشكلة. اول شيء في كلمة اله، كلمة اله يعني معبود، يعني شيء ما يعبد. اوكي. فلو عايزين نقول في اله ولا ما فيش، لا، هو في الاف الالهة. يعني لو دورت في كل مجتمع او دورت على مدار التاريخ هتلاقي اكتر من الاف الالهة. فلو في آلهة ولا ما فيش، لا، في آلهة، وحتى يومنا هذا في أشياء كتير الإنسان بيعبدها، مش شرط فكرة شيء ما أوجد الكون من عدمه. أوكي. فدي من ناحية تعريف إله، أو لو قلنا في إله ولا ما فيش. إنما ما تقوله الأديان إن كل دين وكل واحد من آلاف الآلهة دي
اتباعه بيقولوا ان هو اللي اوجد الكون. انا بصراحة مش شايف ان الكون محتاج الى من يوجده. يعني لو قلنا ان لابد من كل شيء لمسبب، ماشي، فمش هينفع كده، احنا هنخش في حلقة مفرغة هتوصلنا الى ما لا نهاية. لان كل ما هتقول لي في شيء اوجد الشيء ده، طب اللي اوجد الشيء ده جه منين؟ لو قلت لي في اله، برضه هتقع في نفس المشكلة. مش لكل شيء مسبب. طب طالما في اله، الاله ده جه منين؟ اتى من العدم ام الفراغ ام من غيره؟ فانا شايف ان الفلسفة الوجودية، ودي يعني عمرها حوالي 3000 سنة تقريبا، ان بتقول ان الكون ده ازلي او الكون ده قديم جدا. ساعتها ما كانوش يعرفوا مفهوم الازلية قوي، وما كانش عندهم مفهوم الما لا نهاية. فانا شايف ان وجهة النظر دي اقرب لافكاري، وخصوصا لما نقرأ في العلم ونلاقي قوانين الديناميكا الحرارية. احد القوانين فيها بيقول لي ان المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. يعني لو كان في عدم زي ما بعض الناس بتفترض ان لابد ان كان في عدم وفي اله اوجد هذا الكون من عدم، فالكلام ده علميا مش مظبوط. فلذلك انا شايف ان المادة والكون ازليين ومش محتاج لوجود الالاف الالهة دي. هي الفكرة دي بس، او فكرة الالهة ظهرت نتيجة ان زمان ما كانوش عارفين يفسروا ولا يفهموا الكون. يعني قديما الناس ما كانتش عارفة تفسر مثلا حاجة زي كسوف الشمس، فكانت بتعتقد ان في آلهة ما هي اللي بتحاول تحارب الشمس وحاجات كده، فبيصلوا لها او بيقعدوا يدقوا طبول وقروع كده عشان الوحش ده يخاف، او الاله اللي بياكل الشمس ده يخاف. ما كانوا فاكرين لما بيحصل برق او رعد او كده ان في آلهة فوق غضبانة عليهم، فلازم يقدموا لهم الولاء الخ من هذه الامور. واظن اللي درس شوية تاريخ او حضارات شرقية قديمة هيفهم فكرة الاله جت ازاي. بس دي مداخلتي او الفكرة باختصار. تمام جدا. طيب انا استقيت من حضرتك الان فكر انه الكون صنع نفسه بنفسه. انا فهمي صحيح ولا خاطئ؟ لا مش صحيح. طب اتفضل فسر افضل من كده، اتفضل. اوكي، انا ما قلتش الكون صنع نفسه بنفسه. بما ان المادة والكون ازليين، فما فيش لحظة بدأ فيها الكون، لانه ازلي موجود منذ سالب ما لا نهاية. ما فيش لحظة ما كانش فيها الكون مش موجود وقرر يبقى موجود. دي مغالطة. طالما الشيء ازلي اذا ليس له بداية، يبقى ما ينفعش تقول لي قبله ايه، لان هو ازلي بدايته ما لا نهاية، ملهوش بداية. فلما تقول لي ايه بدايته، يبقى انت كده وقعت في مغالطة منطقية. طيب معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله انه يا بنار او يا الاخ المتحاور ما تحطش قاعدة بتقول انه الكون انه اي شيء قد يكون يصنع نفسه بنفسه، او مش شرط ان كل شيء يصنعه صانع. ده كلام طبعا في شدة المغالطة. ليه؟ الاله او الله المستحق العبادة لا يقع عليه قوانين الدنيا. يعني ايه؟ في حاجة في العلم الحديث وخاصة علم الفيزياء بنسميه الابعاد. الابعاد اللي احنا نعرفها 3 ابعاد، اللي هو الطول وعرض وارتفاع. صح كده يا استاذ البير؟ مظبوط. في بعد رابع او خامس؟ تمام. البعد الرابع ده متى اوجد؟ متى اوجد البعد الرابع؟ متى تواجد؟ امتى عرفنا بيه؟ متى اكتشفناه؟ متى اكتشفناه؟ هو موجود من قبل ما احنا نيجي، وما ينفعش تقول لي وجد، لانه قلت لك الكون ازلي. انت يعني طالما ان هو ازلي ما ينفعش تقول لي وجد، لانه وجد يعني ما كانش موجود ثم تم ايجاده. طيب انا عدلت المصطلح وقلت متى اكتشفناه. تمام، احنا عدلت لحضرتك المصطلح عشان توصل لك الفكره افضل. كل شيء موجود صحيح حتى يكتشف. بعد الزمن موجود من قديم الازل. تم اكتشافه امتى؟ ممكن تديني نبذه عن الموضوع ده؟ الناس عارفاه، يعني من ساعه ما الناس وعت عارفه ان في زمن، او عارفه ان في وقت. بص يا استاذ البير، تقصد علميا؟ العرب قديما كانوا يربطوا الزمان بالمكان، وسموها، ادوها مصطلح واحد سموها الزمكان، لانه عاده الفعل يرتبط بزمان ومكان. تمام كده؟
انا بقول لحضرتك احنا عندنا ابعاد اللي هي الطول والعرض والارتفاع من ايام اقليدس وضع هذه القواعد، تمام. بقول لحضرتك ان في بعد رابع قديم الناس تعلمه ولكن تم اكتشافه حديثا. تقدر تكلمني عن الموضوع ده؟ يا سيدي الفاضل، هو ما تمش اكتشافه حديثا، هو اللي عمل طيب. المفهوم، مفهوم الزمكان، هو ألبرت أينشتاين لما حط البعد الرابع وابتدى يقول في حاجة اسمها الزمكان. اوكي، انما من طيب قبلها جميل جدا، الزمن جميل معروف، جدا. فانا مش فاهم هو يعني ايه جميل تم جدا. هو اكتشافه. القصه قصه متى عرف ان الابعاد لها بعد رابع، طول وعرض وارتفاع، والزمان اللي وضعه اينشتاين. احسنت، هو كلام سليم جدا. الزمكان ده دلوقتي مفهوم، مش شيء جديد، يعني ده جاست على فكره مفهوم، ارتباط الزمكان ده، الزمان بالمكان. الزمكان الزمكان ده مصطلح عربي وضعه العرب القدامى حتى يفسروا ان كل فعل له زمان وله مكان، طب تمام. ممكن تقولي المصطلح البرت ده اينشتاين اتوضع امتى او جه امتى وضع لو سمحت؟ البعد. بقول لك العرب قديما قبل حتى يعني اكتشاف ممكن العلوم. تقولي اي حد من العلماء استخدمه زي جابر بن حيان او ابن رشد او الغزالي او لا اي حد لا، استخدم المصطلح ده؟ لان يعني اول مره اسمع ان العرب استخدموه قديما، فانا مش فاهم ايه مصدر الكلام ده، او مفيش مين مشكله ذكر في الزمكان ده. في ابيات. طيب، في ابيات شعر، ما انا بقول لحضرتك العرب قديما دمجوا الزمان في المكان واستخرجوا كلمه سموها الزمكان، تمام. حوارنا الان مش على ان العرب اكتشفوا الموضوع ده او لا، ما انا ما حضرتك اللي يهمنيش قلت اللي كده يكتشفوا صدقني، يكتشفوا. انا عايز دليل بس ان العرب قالوا مصطلح الزمكان ده، يعني انا مفيش عايز مشكله، اي شيء لا عربي مفيش مشكله، قديم فيه المصطلح ده بس عشان افهم كلام حضرتك. مفيش مشكله. نجيب لك ابيات تمام. شعريه لاكثر من شاعر قديم تكلم في هذا الموضوع. انا قصتي الان انه الابعاد الثلاثه المكتشفه قديما من ايام اقليدس اللي هو الطول والعرض والارتفاع، اضاف لي البرت اينشتاين البعد الرابع اللي هو بعد الزمان. لما جم يطبقوا الهندسه الكونيه ويقيسوها بهندسه الذره وجدوا ان هناك مخالفات في المعادلات، في تناقض في المعادلات. جه العالم ديت كلوزا وبعت لالبرت اينشتاين رساله وقال له انا بقدر علمك جدا يا استاذ البرت اينشتاين، الا انه بتطبيق المعادلات الخاصه بالذره على تطبيق المعادلات الهندسه الكونيه اللي حضرتك بتشتغل عليها، العالم ماكسويل كان متخصص في الذره، والعالم البرت اينشتاين كان متخصص جدا في الهندسه الكونيه. كان العالم ماكسويل كان متخصص في الهندسه الذريه وكان عامل ليها معادلات اوريدي. جه بعد كده البرت اينشتاين عمل معادلات الهندسه الكونيه. لما جه كلوزا عمل مقارنه بين الهندسه الذريه والهندسه الكونيه وجد ان هناك تناقضات شديده جدا، فجه يعمل بينهم اندماج وتوافق. لم يستطع ان يوافق بين الهندسه الذريه والهندسه الكونيه، اللي على فكره ان البرت اينشتاين كان يؤمن بوحده الكون، ان الكون كله له وحده معينه يعمل بها. فجه ديت كلوزا وعمل حاجه غريبه جدا، اضاف بعد سماه البعد الخامس. البعد الخامس ده عباره عن ايه؟ عن لا شيء، شيء غير مرئي. لما جه العالم البرت اينشتاين قرأ كلام ديت كلوزا في هذا الباب، اوصى بان كلامه ينشر في مجله علميه وعملت ضجه كبيره جدا. واستطاع ديت كلوزا ان هو يوفق بين الهندسه الكونيه والهندسه الذريه عن طريق اضافه بعد خامس غير مرئي. الا ان العلماء اتوا فيما بعد ووضعوا بعد سادس، وهذا البعد السادس غير مرئي. ثم بعد هذا اتى العلماء فوضعوا 13 بعد، وال13 بعد منهم 3 منهم مرئيين اللي هو الطول والعرض والارتفاع، وبعد اخر يكاد يحس به. عشان نشرح الموضوع ونقرب الفكره الى الناس، لو انت ليك اخ وسافرت مثلا دوله معينه وهذا الاخ كان عمره 10 سنوات، لما ترجع بعد 10 سنوات اخرى هيصبح عمر الطفل هذا 20 سنه. اكيد انت لما سبته كان طوله مثلا 1.5 متر، لما ترجع بعد 10 سنوات هتلاقي ان طوله اصبح 180 مثلا، وزنه بدل ما كان 60 كيلو جرام اصبح وزنه 80 او 90، واصبح طبعا عرضه بيختلف. العالم البرت اينشتاين قال انه العامل في تغيير في هذا الموضوع هو الزمان، مع ان حضرتك قلت ان هو موجود من الازل الا ان الناس ما كانتش واخده بالهم منه. هندسه اقليدس اللي هي الخاصه انه 60 زائد 60 اللي هو نصف قطر يساوي مجموع 180 درجه، اللي هي الخاصه بهندسه اقليدس. هذه
الهندسه اذا طبقت على الكون تفشل، وهنتكلم في الموضوع ده فيما بعد. البرت اينشتاين لما اضاف فيما بعد البعد الرابع، لما جه ديت كلوزا، وهكرر المعلومه دي مره اخرى عشان حضرتك بتقول لي ما كنتش واخد بالي، لما جه ديت كلوزا عمل معادلات، وجد ان هو لابد ان يضيف بعد خامس غير مرئي. طيب الان انا عايز اسال حضرتك سؤال. علماء فيزياء، علماء رياضه، اقروا بان هناك بعض الابعاد غير المرئيه. لا مفيش مشكله يا فندم، مفيش مشكله. علماء الفيزياء وعلماء الرياضه اقروا بان هناك ابعاد غير مرئيه لا تراها اعيننا. وجدوا بعد خامس غير مرئي، وضعوا بعد سادس غير مرئي، وصلوا ل 13 بعد غير مرئي. لما عملوا السوبر كمبيوتر في 1980 او 85، لما دخلوا المعادلات على الموضوع ده، الكمبيوتر طلع لهم 16 بعد، منهم 3 مرئي، واحد يكاد يحس به، والباقي ال 12 بعد غير مرئيين. لما جم العلماء يفسروا الموضوع ده قالوا ايه؟ قالوا تخيلوا ان في شخص، وانا بسال السؤال ده للناس اللي موجوده في الروم وهاخد منهم اجوبه لان انا شايف الكلام امامي. لو هنفترض ان هناك شخص، الشخص ده لا يرى الا طولي وافقي، وكل واحد يجيب ورقه وقلم ويعمل الشكل ده، يرسم خط طولي ويرسم خط افقي، خط عرضي، طولي وعرضي. الان لو جه حد بيرى هذه الابعاد فقط، بيرى طول وعرض، وجه حد انزل قلم ورسم نقطه راسيه، هل يستطيع الشخص اللي بينظر فقط له الرؤيه طول وعرض انه يكتشف الشخص اللي رسم النقطه الوقفيه او الراسيه؟ يقدر؟ الاجابه بمنتهى البساطه لا، ما يقدرش، وممكن يتجنن كمان، يوصل لمرحله الجنون. هي النقطه دي نزلت ازاي؟ لا نزلت واترسمت، بس انت مش واخد بالك. ليه؟ لان انت رؤيتك محدوده، بتشوف طول وعرض بس. طب والارتفاع انت ما بتشوفوش. الله سبحانه وتعالى من رحمته بالناس انه جعله يشعر بالزمان ويرى طول وعرض وارتفاع. علماء الرياضه عشان يصححوا معادلاتهم اضطروا ان هم يضيفوا بعد خامس غير مرئي، بعد سادس غير مرئي، بعد سابع ثامن تاسع الى 16 بعد. انا الان بسال حضرتك سؤال وفي نقطه واحده، كيف لعلماء الفيزياء وعلماء الرياضة أن يبنوا معادلات فيزيائية رياضية بحتة على أبعاد غير مرئية؟ هتقول لي طب إيه ده يعني إيه دخل ده بالكلام اللي إحنا بنقوله؟ إيه دخل ده من ده قياس فاسد أصلا؟ وإيه دخل ده بالإلحاد وغير الإلحاد وكلام من ده؟ لا، ليه دخل كبير جدا. إذا كان أنت عندك أبعاد أنت لا تستطيع أن تراها وتؤمن بها بدون أن تراها، يعني انت غير لا تستطيع الا ان تؤمن بها، والا معادلاتك الفيزيائيه تنتهي تفشل. هذه الابعاد الحقيقيه، العلماء بيقول لك ابعاد حقيقيه، هي بين اظهرنا، يعني موجوده بشكل حقيقي، كون حضرتك ما بتشوفهاش ده مش شغلنا. فبيقول لك، مثل لك المثال اللي انا قلته ده، ان هو جاب شخص لا يرى الا الطول والعرض ونزل له قلم ورسم نقطه اللي هي من الارتفاع الافقي. ازاي شفتها؟ ازاي ما تشوفهاش؟ عشان انت ما بتشوفش الا طول وعرض. علماء الفيزياء والرياضه ازاي بيؤمنوا بابعاد غير مرئيه؟ اتفضل المداخله معاك. هو سامحني حضرتك اسردت، يعني حضرتك بقالك حوالي اكتر من 10 دقايق انا ساكت خالص بس بدون بعض اللي حضرتك بتقوله. هو المفروض ان حضرتك يعني قبل ما تقول لي الله اوجد وما اوجدش، المفروض تقول لي على دليل وجود اله. انا مش شايف حضرتك جبت اي دليل او ما كلمتنيش في اي دليل على وجود الله. حضرتك قلت لي كل شيء الله بيصنعه، الله الصانع الذي يستحق العباده. حضرتك ما جبتليش ايه الدليل على وجود هذا الاله عشان تقول لي الله اللي صنع والامور دي. بس دي اول نقطه. هسجلها. رقم 2، حضرتك قلت لي الزمكان، قلت لك اين ذكر مصطلح الزمكان عند العرب؟ ماشي، يعني قلت لي في ابيات شعريه وهجيبه كذا وما لقيتش الكلام ده، لان انا يعني بصراحه اول مره اسمع الكلام ده وعايز دليل اتاكد على كلمه الزمكان مذكوره من قبل اينشتاين. اوكي. النقطة رقم 3، حضرتك عمال تكلمني وتقول لي ألبرت أينشتاين وكان فاكر إن الكون وحدة واحدة، وجي معرفش مين قال له إيه وقال الكلام ده يتنشر والكلام ده كله والقصص دي
كل ده العلم لن يثبت وجود إله أو من عدم وجود إله. العلم يدرس الأشياء الملموسة الخاضعة للتجربة. فكرة وجود إله من عدمه هي فكرة فلسفية بحتة، فأي خلط بين العلم وبين الفلسفة لن يستقيم أبدا، لأن العلم بيجيب الشيء ويقدر يدرسه ويختبره ويستنتج ويعمل قوانين نقيس بيها هذه المواد وخصائصها. إنما وجود الله من عدمه العلم ليس له دخل بهذا الكلام، ولن يعني ده فلسفة. فانا مش فاهم، حضرتك اديتني محاضره طويله علميه وقعدت تقول لي ابعاد ومش ابعاد، يعني فكره الابعاد والكلام ده كله انا فاهمها، فاهم كتير في السب اتوميك شويه، اللي هي الاجسام التحت ذريه زي الكوارك والهيجز بوزون والدارك ماتر، رغم ان فيها حاجات كتير غامضه ماشي، بس انا فاهم القوانين دي جت ازاي وبيتم عملها ازاي بما فيها الفيزياء الكلاسيكيه والرياضيات. احنا بنتكلم في وجود اله، مش بنتكلم في العلم. يعني احنا بنتكلم هل في اله ولا مفيش. حضرتك اخدت لي اكتر من 10 دقايق ما قلتليش اي دليل على فكرة وجود اله، فالمفروض ان حضرتك تقول لي ايه دليل على وجود هذا الاله، ومن اين اتى هذا الاله، والاله ده جه منين، زي ما انت بتسألني الكون جه منين. بس دقيقتين بس هم. جميل جدا المداخله انتهت. مفيش مشكله فعلا. بص يا فندم، استاذ البير، انا لما ذكرت المثال عملت كمان اسقاط على المثال. يعني انا ما اكتفيتش ان انا اذكر المثال بس، انا ذكرت المثال وذكرت الاسقاط عليه. يعني لبست لك الحق بالواقع، لبست لك اتنين في بعض عشان توصل الفكره. يا استاذ انا ما بديش محاضره علميه ولا حاجه، ولا بدي محاضره علميه دسمه في الفيزياء ولا كلام من ده. عموما حضرتك سالت سؤال جميل جدا، وهو ادله وجود الاله، مع ان انا سالت نفس السؤال ادله نفي الاله عند حضرتك، لقيتك بتقول لي كلام غريب جدا، واسمح لي اقول لك غريب جدا. ليه؟ انا ما رضيتش اعلق على كلامك لسبب في موضوع ادله نفي الاله، انك انت قلت ما تقوليش ان كل شيء له موجب، لان في اشياء منذ الازل، وانتهيت في نفي الاله. يعني نفيك للاله كان باختصار شديد جدا يا بالنار، مش كل شيء له موجب، يعني مش شرط عشان الباب يبقى متواجد يبقى لينا جرأ اوجده، ولا عشان الكمبيوتر يبقى متواجد يبقى بيل جيتس عمله، ولا عشان كذا 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 الى اخره يبقى الصناع عملوه. في بعض الاشياء ازليه غير مصنوعه، واكتفيت، وهذا هو دليلك على نفي الاله. وكان المفترض مني ان انا اخد الدليل ده واسكت، طبعا كان خطأ جدا، ده مش دليل على نفي الاله. دليل ادله وجود الاله كثيره جدا، سواء في الطبيعه، سواء في حياتنا، سواء في انفسنا. تدبر اما في الانفس او في الطبيعه تستوجب الاله. دليل واحد فقط على وجود اله مستحق العباده، حضرتك قلت معلومه خاطئه جدا، هي البوذيه تعدادها اكتر من المسلمين والمسيحيين واليهود، ده كان خاطئ جدا طبعا. هقول لحضرتك مثال ويا رب تستوعبه مني بشكل طيب جدا وتناقشني فيه. الان احنا عندنا 3 اديان كبرى، هذه 3 الاديان تعتبر اليهوديه والمسيحيه والاسلام. الديانه اليهوديه ديانه قوميه صرف، يعني ديانه قوميه، الام يهوديه يبقى الاطفال يبقوا يهود وانتهينا على كده. عددهم تقريبا يقدر ب 20 مليون. الديانه المسيحيه ديانه تبشيريه. يعني ايه ديانه تبشيريه؟ يعني ديانه بتدعو الاخرين للدخول المسيحيه بمنتهى البساطه. تعدادها يا استاذ 2 مليار. ديانه الاسلام ديانه دعويه. يعني ايه دعويه؟ يعني تدعو الناس الى دين الله سبحانه وتعالى حتى يؤمنوا به وينجوا بانفسهم من عذاب النار والى اخره. تعدادهم مليار 600 مليون، مليار 600 مليون او اكثر تقريبا. يعني احنا بنتكلم في حسبة تقريبا 4 مليار. ال3 دول ليه دمجهم ببعض، وليه انا حذفت الهندوسيه والزرادشتيه وكل هذه الاديان الوضعيه؟ ليه؟ لان هذه الاديان ال3 بتعتمد على بعضها البعض. ال3 بيقولوا ان هم من مصدر واحد. اليهوديه بتقول ان هي من مصدر واحد اللي هو الله، عندهم يهوه مش مشكله. المسيحيه برضو بتقول ان هي
برضو انبيائهم ابراهيم واسحاق واشعيا وكلام من ده برضو تعتبر نفس النسق او نفس المشكاه يعني. وعندك الاسلام برساله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعترف بالديانه المسيحيه ويعترف بالديانه اليهوديه. هتقول لي طب ال 20 مليون دول ما لهمش لازمه، اقول لك لا ليهم لازمه. ليه؟ لان ال 20 مليون دول يا اخي معترف بيهم عند الديانتين الكبرتين اللي هم الديانه الاسلاميه اللي هي فيها مليار و600 مليون وفيها 2 مليار. يعني ال 20 مليون دول من الاخر عندهم تزكيه من حوالي 3 مليار ونص، فبيخشوا يعني لا محاله. دلوقتي ال 3 مليار ونص وصلنا بيهم 4 مليار، دول استدلوا على وجود الاله. ما هو حاجه من الاثنين على فكره. الالحاد بشكل عام سقط بسقوط الاتحاد السوفيتي، انتهى. ده اللي هي الشيوعيه والكلام ده. الالحاد اختفى تماما بعد، يعني كان ليه سطوه وليه نفوذ فعلا، اتبان تلك الحقبه اللي هي حقبه الاتحاد السوفيتي. لكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي حتى تلاقي روسيا رجعت للمسيحيه، وتلاقي ان في بعض الدول الاوروبيه رجعت للمسيحيه زي ايطاليا، موسوليني وكلام من ده رجعوا للمسيحيه. وحتى الدول العربيه اللي هي كانت بقياده بعض الزعماء اللي فكرهم غير سوي زي عبد الناصر، برضو كانت مصر شيوعيه، وبعد يعني ذهابه مصر عادت مره اخرى للاسلام الى اخره. طب انت ايه ادلتك على وجود الله من دول؟ اقول لك حاضر. 4 مليار بيقروا بوجود الله. العدد في الليمون صح؟ هتقول لي ما العدد في الليمون. مش معنى ان 4 مليار واحد بيقولوا ان الله موجود ده معناه ان الله فعلا موجود. لا، ده كلام خطأ جدا. انت عادة بشكل علمي، وانت بتقول انت راجل علمي وبتاخد بالعلم وكلام من ده، العلم عموما بياخد في تجارب، مشاهدة، تجربة، مشاهدة، ملاحظة. طيب انت عندك 4 مليار قالوا ان الله موجود. 4 مليار. الملاحدة بشكل عام ادلتهم على ان الله غير موجود ايه هي؟ ولا حاجة، بس مجرد انه ليس لكل شيء موجد، ده دليله. طيب انت دلوقتي لما اجي اقول لك النظريه النسبيه بتاعت اينشتاين، طبقها عملي، او قانون نيوتن الاول او قانون نيوتن الثاني او اي قانون من القوانين اللي هي العلميه الحديثه، هل حضرتك استاذ البير بتجيب القانون ده وتكشف عليه وتقول والله ده انا هفحص القانون ده عشان اشوف اذا كان القانون ده ينفع التطبيق ولا لا؟ لا، ما بيحصلش. انت بتاخد القانون حتى من ايام اقليدس وفيثاغورس، بتاخد القانون وبتطبقه على المساله وبتحل. ما بتجيبش القانون وتقعد تحلله من الاول للاخر وتشوف خطا العالم. لا، انت بتجيب قانون فيثاغورس اللي هو بقى له 2000 سنه او قانون اقليدس اللي بقى له 2000 سنه وتطبقه على المساله وتخش الامتحان تنجح. هناك علماء ثقات في الرياضه نقلوا اليك هذا العلم وقالوا بان هذا العلم صحيح او ان هذه القاعده صحيحه تماما تماما. العلم الديني هو علم كأي علم من أنواع العلوم الدنيوية، عبارة عن علماء ثقات نقلوا إليك أخبارا. سامحني على المقاطعة حضرتك، أنا اديتك مهلة 10 دقايق، أوكي؟ بصرف النظر إن حضرتك بتسترسل جدا في الكلام، بس ملخص ال10 دقايق ماشي. مغالطة حضرتك قلتها مرتين، إن أنا بقول ليس لكل شيء موجد. حضرتك الظاهر انك سمعت الجزء ده وما خدتش بالك من مفهوم الكلام، او ما سمعتش مني ما قبلها وما بعدها. انا قلت لك لو هتقولي لكل شيء موجد هقول لك من اين اتى الله وما موجده، ماشي؟ واتكلمت وقلت ان المادة والكون ازليين، لان المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. فكرة ان احنا نسأل الكون ده جه منين، اذا انت بتفترض وجود شيء ما قبل الكون. ولو دورت في المعجم على كلمة خلق اي اتى بشيء من العدم، والكلام ده لا منطقي ولا علمي. لو هنتكلم في المنطق، الصفر لا يساوي واحد، يعني ما ينفعش من الصفر تطلع اي رقم تاني، لان الصفر هو صفر، هو لا شيء، هو العدم. اوكي؟ النقطة رقم 2، المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. يعني لو كان في عدم يبقى اساسا ما كانش في اله، ولو كان في عدم اثناء وجود اله فبرضه المادة لا تستحدث من عدم.
اوكي، فده معنى ان ليس لكل شيء موجد. انا قلت ان الكون ازلي، تمام، عشان الحجه السببيه الباطله او المغالطه المنطقيه بتاعتها يعني مش هينفع نستخدمها، عشان لو استخدمتها هقول لك من اين اتى اله. اوكي، قعدت تقول لي برضو اليهوديه والمسيحيه وكذا. على العموم هي الاحصائيات موجوده لو اي حد دخل على جوجل، وانا هحاول اجيب الرابط بس عشان انا بسجل على اللاب دلوقتي فمش هينفع ان انا افتح صفحه نت، بس هجيبها لك ماشي وهبعتها لحضرتك حتى بعد ما نخلص التسجيل، وهحطها حتى في رابط في الفيديو عشان الناس تتاكد. اوكي، كونك ان انت بتقولي 3 ديانات كبيره ليس بكميه الناس اللي موافقه على الشيء بنسبه الشيء بنسبة صحة الشيء. يعني لو النهارده مثلا يعني الملحدين هم أغلبية في العالم، فهذا ليس دليل على صحة الإلحاد. لو أغلب الناس دلوقتي، أغلب الناس في وقت من الأوقات كانت معتقدة أن الأرض مسطحة، في وقت من الأوقات كان كل الأرض كفرة على حسب ما يعتقد المسيحيين والمسلمين واليهود، وما كانش فيه غير نوح بس هو اللي شخص بار. فهل معنى أن كل الأرض كانت كفرة إذن الكفر هو اللي صح؟ فاستدلالات حضرتك مش مظبوطة. وبرضو لم تكلمني عن دليل على وجود إله. حضرتك بتكلمني عن ديانات، بتكلمني عن ديانة عنصرية، ديانة قومية نزلها الإله بتاع الإسلام اللي هي الديانة اليهودية، ودي أساسا لوحدها يعني كده أنت بتسيء لفكرة إله عشان تقول لي في إله نزل ديانة لمجموعة ناس معينة بس مش لكل الناس، فده إله عنصري بصرف النظر عن أفكار تانية موجودة في الدين، فأنت كده بتسيء لفكرة إله. اوكي، ورغم ذلك انت لا تعتقد باله اليهوديه ولا بكلام اليهوديه ولا تعتقد بمفهوم الاله عند المسيحيه، وانت يعني المفروض ان انت شايفهم كفار وكتبهم متحرفه، فازاي انت بتستدل على معتقدهم؟ فمن فضلك اتيني بدليل على فكره وجود اله، وكفايه عليا 3 دقايق بس عشان ما اخدش 10 دقايق وما اوصلش نتيجه في النهايه. طيب جميل جدا والله يا استاذ البير. يعني اقول حاجه كمان، فسر الماء بعد الجهد بالماء. ليه؟ احنا اول محور تكلمنا فيه قول لي ادله نفي الاله. ادله وجود الاله ما انا اقول لحضرتك على حاجه. اولا فطره الانسان، وبعدين حضرتك قلت مغالطه شديده جدا ان الاسلام زي المسيحيه نفى كرويه الارض، وده استشهاد باطل جدا، وممكن نخصص ليه حلقه مخصصه ونثبت لك ان من اقوال العلماء ان الارض كرويه من 1400 سنه. فعايزين نتجاوز النقطه دي، نحدد لها موضوع اخر او حلقه اخرى. توافقني؟ باشمهندس لا ثواني، هقول لحضرتك شيء. انا قلت لك الناس كانت بتعتقد، ما قلتش الاسلام ولا قلت المسيحيه. ماشي، انا قلت أنا بقول الناس في لحضرتك وقت يا باشمهندس ثواني، انا فاكر اللي انا قلته ايه والناس ممكن ترجع للتسجيل. اتفضل. انا قلت ان في وقت من الاوقات كانت اغلب البشر تعتقد ان الارض مسطحه، الاغلبيه اللي موجوده كانوا يعتقدوا الارض مسطحه، ولا قلت مسيحيين ولا قلت اسلام ولا تطرقت للنقطه دي. اوكي، طيب فاسف لو انا عبرت عنها غلط. لا مفيش مشكله. الاستدلال او المفهوم عشان ما نجتزئش حاجه من الكلام ونخرج من الفكره ان مش معنى ان اغلب الناس معتقده بشيء اذا الشيء ده صح. سامحني هديك وقت من جديد. هاخد دقيقه تاني. انا حاجه افتكرتها حضرتك قلتها ودي يعني سامحني ما ينفعش تطلع من حد بيتكلم بعلم او دارس هندسه. ان الناس بتقول قوانين واحنا بنمشي بيها، الكلام ده كذب وتضليل، وسامحني انا اسف في اللفظ مش موضوع شخصي ولكن ده كلام جهل. حاليا اي قانون وزمان اي قانون علمي بناخده بنختبره وبندرس الدليل عليه واثباته. محدش بياخد قانون بدون ما يختبره، ومحدش بيقر ان ده قانون غير بعد تجربته. القانون لا يصبح قانون، والفرضية أو النظرية العلمية لا تصبح قانون معمول به إلا بعد تجربته واعتماده من هيئات علمية كبيرة ومن هيئات بحثية كبيرة. مفيش حاجة اسمها أي حد بيطلع قانون والناس بتمشي بيه وبعدها بيتأكدوا هو صح ولا غلط. أصل ده مش دين عن طريق التواتر، أي حد يكتب كلمتين والناس تمشي بيها. حضرتك لو أنا بقول لك المية بتغلي عند 100
هروح اجيب الميه واحطها على النار واشوفها بتغلي عند 100 ولا لا. غلت عند 100 هقول للراجل ده كلامه صح، ما غليتش عند 100 يبقى الكلام ده مش مظبوط. فاللي حضرتك بتقوله ده كلام مش مظبوط. حضرتك كده بتكلمني عن ايه؟ عن الدين والافكار والفلسفات اللي هي اي حد يقول اي كلام واي حد يقول اي تفسير والناس تمشي بيه بدون ما تشوف، لان ما فيش اساسا حاجه يستدلوا بيها. يعني لو انا قلت لك ظهر لي ملاك دلوقتي وقال لي انت نبي، ولا قلت لك مثلا انا زوجتي جابت بنتي هباتيا بدون ما ذكر يلمسها، انت مش هتقدر تختبر الكلام ده صح ولا غلط. ماشي. ولو جت ناس بعد مني قالت البرت ده كان طلع السما ولا عمل كذا ولا عمل كذا، انت مش هتقدر تجيب دليل على كلامي وهتصدقه. انما العلم ما فيهوش كده. اي نظريه علميه زي الهيجز بوزون، الهيجز بوزون كان نظريه، السنة دي تم اكتشاف الهيجز بوزون واصبح حقيقة علمية مثبتة، انما في البداية كان مجرد نظرية. فضل قد ايه من السنين مجرد نظرية لان احنا ما اثبتناش صحتها. ما حدش خد بقى فكرة الهيجز بوزون ومشي بيها. قلنا ان الهيجز بوزون مظبوط بعد ما اكتشفناه فعلا ولمسناه فعلا في معامل سيرن هنا في سويسرا عندي. فما تقوليش العلم بياخدوا القانون من غير ما يشوفوا الدليل او الاثبات بتاعه. احنا كنا اول ما بناخد القانون افتكر في المدرسه في البدايه كنا بناخد اثبات القانون وبنطبق اثبات القانون بايدينا. فدي معلش مغالطه، انا اسف على المقاطعه واتفضل. طيب اولا انا لم اقل شيئا من هذا الذي قلته اطلاقا، وسافسر وابرهن ما قلته تمام. بداية أقول العلم أشرف شيء قاله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. تعلم العلم واعمل يا أخي به فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل. الأمر اللي حضرتك تكلمت به كله أمر خاطئ، أنا لم أتكلم به ولم أنبس به ببنت شفة. وأي شخص يتكلم بهذا الكلام حق لك أن تقول فيه ما تقول. حضرتك قلت مثال، ضربت مثال طيب جدا وجيد جدا. قلت العلماء قالوا أن الماء يغلي عند 100 درجة حرارية. الكلام ده صح ولا لأ؟ فأنا بروح أجيب مية أغليها وأحط فيها الترمومتر، لو وصل عند 100 درجة مئوية بقول والله كلام العلماء صحيح. اللي يسمعنا في الروم يا شباب يكتب الرقم 1 عشان نعمل اختبار عملي بسيط على إن كلام الأستاذ البير خاطئ 100%. طيب مين فيكم غلى مية وحط فيه ترمومتر؟ مين فيكم غلى مية وحط فيه ترمومتر؟ حد عمل كده؟ حد عمل كده قبل كده؟ خالص. استاذنك برضه يا استاذ البير في المداخله بتاعتك تقول لي انت قبل كده جبت ميه غليتها وحطيت فيها ترمومتر عشان تعرف ان كلام العلماء صحيح؟ لا، ما بتعملش كده. ليه؟ باشمهندس انا في مدرستي عملوا كده. في مدرستي كان عندنا اوضه اسمها المعمل وعملنا الكلام ده. وايا كان سامحني ايا كان حتى انا بدعي ان الميه بتغلي عند 100. اوكي انا بدعي هذا الادعاء. حضرتك تقدر دلوقتي تروح تشتري ترمومتر من اي صيدليه ب 1 دولار ولا اقل من دولار وتحطه فيه في الميه وتشوف. يعني ده يعني ايا كان العلم يستطيع الاستدلال عليه واثباته. اوكي ماشي. معلش انا في المدرسه جربوا لنا الحاجات دي وكنا في المعمل كنا بنجرب الحاجات دي وكنا بنشرح يعني الحاجات. جربوا لك الانشطار النووي؟ جربوها لك؟ لا ما جربوهاش لان الانشطار النووي لازم نزور معامل. ممكن يجربوها لان ايا كان يستطيع يتم باشمهندس نقدر نجربها. تعالى نعمل معمل مفاعل نووي ونجربها مع يا استاذ لو سمحت اسمعني دقيقه واحده بس. انا طالب في كليه هندسه. التخصص بتاعي منشآت نوويه مش منشآت حيويه. يعني انا عشان خاطر اتخرج لابد ان انا اعمل حوالي 4 أو 5 تجارب على اليورانيوم مثلا. يعني يا فندم ما ينفعش حد يجيب لي يورانيوم ويقول لي اشتغل عليه لان ده خراب بيوت على الدوله. الدوله مش هتقدر تستحمل ان طالب زي بنار تجيب له يورانيوم مخصب عشان يعمل عليه 4 تجارب. العمليه دي هتكلف الدوله $1 مليون تقريبا او اكتر. فبيكتفوا بايه؟ تعالى يا ابني يا حبيبي اللي اسمك بنار انت، تخصيب اليورانيوم بيقوم بالشكل الفلاني والتجربه بالشكل الفلاني والنتيجه بتطلع بالشكل الفلاني، شكرا على كده. لكن عشان يجي بنار ونقول له خد جهاز وخد يورانيوم مخصب واقعد اعمله، لا ده ملايين الدولارات التجربه. فانت بتعمل ايه؟ بتاخد من باب وتلت علماء ثقات مشهود لهم بالصدق وبالتجربه العلميه العمليه اقاموا هذه التجربه واصبحت مصدقه معمول بها في المحافل الدوليه ومعترف بها علميا، فبتاخد بيها. كون ان حضرتك ان المياه تغلي عند 100 درجه مئويه فحضرتك تقدر تشتري
ترمومتر ب$1 زي ما حضرتك تقول، لو انت طالب في كليه هندسه قسم نووي مش هيقدر يجيب لك يورانيوم مخصب ويقول لك اشتغل، مش هيقدر. فعشان كده بقول لك ان العلم يؤخذ من علماء ثقات. لا الكلام ده مش طبعاً. صحيح، بس مفيش عايز حاجه أعرف اسمها علماء حاجة. الثقات يا باشمهندس، سامحني. البرت ازاي اينشتاين بقى اللي اسمه اينشتاين ده مش ثواني، أيوة. ما انا بقول لك ده اينشتاين مش هو اللي ثقة؟ انت عايزه. لا مش ثقه، مش ده ثقه. ثقة مش البرت بص يا ثقة. إزاي مش باشمهندس اتفضل قول ازاي معلش، مش اتفضل. مفيش حاجه اتفضل. اسمها واحد ثقه، لان الانسان يخطئ ويصيب. مفيش حاجه اسمها ثقه، مفيش الوهيه ومفيش قدسيه لاي عالم ولا لاي انسان في هذا الكون. اوكي، كونك بقى ان انت تأله عالم من العلماء وتعتبره اله لا يخطئ وتقول لي اصل ده راجل ثقه واي كلام يقوله اصدقه، يبقى انت حضرتك بتتبع ضلال او حضرتك بتضلل نفسك بنفسك. مفيش حاجه اسمها اللي انت بتقوله ده في العلم يا باشمهندس. الهيجز بوزون اللي السنه دي تم في معامل سيرن هنا وتم اعلان الموضوع والبحث والكلام ده كله النهارده، بس تم اثبات ان الهيجز بوزون ده كلام صحيح مش مجرد نظرية زي ما فضل لمدة 60 سنة. هيجز بوزون ده فضلت 60 سنة مجرد نظرية، لأن المعادلات بتاعتها صحيحة وتنبؤاتها نظريا هي صحيحة، لأن المعادلات مظبوطة جدا وكلها مظبوطة، ولكن ما قدرناش نقول صحيحة غير لما جربناها. بعد 60 سنة قدرنا نجربها وطلعت صح، وقلنا الهيجز بوزون بقى معترف بيه وده شيء صحيح. فضل 60 سنة مجرد نظرية، مفيش حاجة اسمها علماء الثقات. الكلام ده تروح تقوله في المسيحية او في الاسلام او في اليهودية او اي ديانة. اصل معرفش مين ده كان راجل كويس وكان لما بيقول للجمل انا هجيب لك اكل بجيب لك اكل والكلام ده كله فاحنا نصدقه. مفيش الكلام ده. العلم بدون تجربة هو مجرد كلام مرسل. العلم هو المنهج التجريبي. ما تقوليش بناخد الكلام وما بنطبقهوش. انت مش قادر تطبقه، دي مش مشكله. في معامل نوويه وفي قنبله نوويه انفجرت والعالم كله شافها، وتقدر تروح المعامل النوويه المفاعلات النوويه تتاكد من صحه الكلام من عدمه. اوكي، فما تقوليش علماء الثقات دي خالص، الكلام ده مش حقيقي. تمام. ممكن اخد المداخله بتاعتي بدون مقاطعه ولا صعب؟ طيب يا فندم، متشكر جدا. حضرتك انا لما قلت لك انه مش كل التجارب العلميه بتخضع للتجربه او متاحه للتجربه من البشر العاديين، ده كلامي. حضرتك قلت ان دي مغالطه علميه منك يا باشمهندس وكلام من ده. لا، مش مغالطه علميه ولا حاجه، ده واقع انا عايش اصلا. ان انا عندي تجارب في المنشآت النوويه، التخصص بتاعي انا مش عارف اعملها، لان عشان اعملها محتاج تخصيب يورانيوم، محتاج لملايين الدولارات. فعندنا الدكاتره بيعملوا ايه؟ يا ابني حبيبي انت وهو، الدكتور والعالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني عملوا تجارب، استقوا من التجارب، طلعوا منها نتجوا منها بالناتج الفلاني. يعني هو ده الصح يا دكتور؟ هو ده الصح. طب انا اخدت الخبر ده بناء على ايه؟ بناء على تجربه من العلماء الثقات. مره ثانيه على فكره، عشان اينشتاين عالم ثقه، عالم في الفيزياء ثقه معتبر. دكتور مصطفى مشرفه عالم فيزيائي معتبر ثقه. يعني مش واحد بيهرس وخلاص، مش القصه مش هاري. يعني مش واحد مثلا بيقول انا عالم فيزيائي وهو في الاخر يطلع بتاع بطاطا. لا، اينشتاين عالم فيزيائي ثقه معتبر عند العلماء. يعني انت لو طلعت قلت اينشتاين قال كذا وطلع عالم ابن امبارح حتى لو دكتور في جامعه عين شمس وقال لك اينشتاين غلط، بتأكس عليه، بتقول له روح يا دكتور ما تحضرش تاني. عشان كده بقول لك ان العلماء ثقات. ايه المشكله يعني؟ انت عندك واحد زي عبد العاطي ده بتاع القوات المسلحه، ده ثقه؟ مش عايزين نعلق على القوات المسلحه عشان خاطر ايه؟ النت متراقب. الامر اللي حضرتك كنت بتقول عليه اللي هو موضوع انه نفي وجود الاله، بدليل ان ليس كل شيء موجد نفسه. يا استاذي الفاضل، هطرح مثال بسيط جدا عشان خاطر برضو يبقى قريب للفهم. دلوقتي انا انسان بصنع غساله. الغساله دي بحط فيها كام برنامج؟ بحط فيها 20 برنامج، اللي هو يعني ايه، غسيل بصابون، انا ما اعرفش الغسالات حقيقه يعني، لكن بسمع ان هي 20 برنامج. تمام؟ وبترمومتر وكلام من ده. طيب اللي صنع الغساله البرامج اللي حطها فيه موجوده فيه هو؟ يعني هل اللي صنع الغساله فيها برنامج مثلا غسيل 10 دقائق؟ لو جينا مسكنا الانسان ده هنلاقي فيه برنامج غسيل 10 دقائق؟
طبعا مش ممكن، كلام باطل جدا. فالاشياء القواعد التي تثبت على الخلق لا تطبق على الخلق، وهو ده المشكله اللي وقع فيه الملحدين. ايه هي المشكله؟ واسمح لي يعني امد بالوقت 3 دقائق بالظبط وهتنحى فورا. ايه المشكله اللي وقع في الملاحده؟ انه يطبق على الله ما هو فيه. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون. لو كان فيها آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه؟ لانك انت، اجيب لك مثال بسيط. لو انت لقيت واحد محقر في الشارع، شخص مستحقر حقير يعني، وفقير جدا ومش لاقي ياكل واعور، عينيه ضربه واعرج، كل الصفات دي فيه، جبته حطيته في بيت، عالجته من العور بقى انسان سليم جدا، عالجته من العرج بقى انسان يتحرك بشكل طيب جدا، اكلته وشربته لبسته اديته حياه نافعه، ولد وبنون وكذا. فيجي الراجل ده بعد كده يقول لك هو الراجل اللي جابني هنا ده ولله المثل الاعلى، هو الشخص اللي جابني هنا ده مين؟ هو مين؟ وعمل معايا كده ليه؟ عاوز مني ايه؟ دي اسئله تتسال. يعني بعد ما جابك من كذا وكنت ضعيفا فقواك، وكنت فقيرا فاغناك، وكنت كل شيء اعطاك الله سبحانه وتعالى، كل شيء. تيجي بعد ده كله تقول له طب وانت مين؟ طب وانا اعرفك ازاي؟ وعشان كده لما ضربت المثال اللي هو في البدايه، اللي هو المثال الفيزيائي، اللي علماء الفيزياء الثقات زي اينشتاين وخلافه قالوا ان هناك بعد خامس وسادس لحد 16 غير مرئي. وانت كان مجبر على فكره تاخد برايهم. ليه؟ لانه لولا رايهم دول هتفسد المعادلات الرياضيه، مش هتنجح. العلماء نفسهم قال لك مش هتنجح المعادلات الرياضيه، لابد ان احنا ناخد بيها. طب احنا مش شايفينها يا دكاتره، مش شايفينها يا علماء يا فيزيائيين، احنا مش شايفين المعادلات دي، مش شايفين الابعاد اللي انتوا بتقولوا عليها، طول عرض ارتفاع وعندك بعد الزمان والباقي مش شايفينه يا دكاتره. نعمل ايه؟ تاخد بيها كده من غير ما اشوفها يا دكتور؟ من غير ما تشوفها. من غير ما اشوفها يا البرت اينشتاين؟ من غير ما تشوفها. ما انت لو ما خدتش بيها المعادلات هتفشل. لما خدوا بيها المعادلات نجحت فعلا وطبقوها والموضوع اصبح متاح. عشان كده بقول لك انه الخالق سبحانه وتعالى، قلت كلمه غريبه جدا، قلت ان الخلق من ماده. ده كلام سليم جدا، الخلق من ماده. بس في حاجه تانية انت نسيتها، ان عندنا حاجه اسمها البرء. ايه البرء وايه الخلق؟ لما يجي نسال هل ادم مخلوق ام مبروء؟ ادم مخلوق من تراب، صح؟ الا ان هو اول الخلق. فانت رتبها ازاي دي؟ ادم مخلوق ولا مبروء؟ نقول ادم مخلوق من ماده، والتراب هو الماده، والتراب مبروء مخلوق من عدم فيصبح مبروء او برء. فمش كل الاشياء تخلق من ماده. امر الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، اذا اراد امرا ان يقول له كن فيكون. فمش كل الاشياء زي ما انت بتقول بتستوجد من ماده، لا، في بعض الاشياء تستحدث من عدم. دي حاجه. الامر الثاني، حضرتك ما ردتش على موضوع الابعاد الغير مرئيه خالص، وادلتك على نفي الاله غير موجوده. انا بقول لك دليلي على وجود الاله فطره الانسان. فطره الانسان انه يحتاج الى اله، فطرته كده، لدرجه انه الهند فيها 4000 الهه. في اللي بيعبد البقر، واللي بيعبد الشجر، واللي بيعبد الغنم، واللي بيعبد الفئران، ليه؟ فطرته ان في اله، مش قادر يستوعب انه يعيش من غير اله. فمن احد اقوى ادله وجود الله سبحانه وتعالى ان فطره الانسان تأبى الا ان يكون هناك اله. لدرجه ان انت لو حسبت ال4 مليار اللي احنا بنقول عليهم مع المؤمنين ببوذا، مع المؤمنين مش عارف بايه، بكذا صفصف في العالم، تقريبا مش هتعرف تعد الملاحده، ممكن تعدهم على صابع ايدك. وده مش استحقار منكم ولا حاجه، لكن ده امر واقع احنا عايشين. كلامك على القاعده الفيزيائيه اللي انا حطيتها كان كلام ضعيف جدا، ما لقيتش اي رد اطلاقا على الابعاد ال16 اللي مكتشف منهم 4 بس والباقي غير مرئيين. حضرتك لم ترد اطلاقا يعني. وكلامك على الموضوع اللي انا قلته ان هناك بعض العمليات او التجارب الحقيقيه لا يستدل عليها بل تؤخذ بعين الاعتبار. يعني انا اؤمن بان النظريه النسبيه هي كده، اؤمن بان الانشطار النووي هو كده. ليه؟ لان هناك علماء ثقات، مره ثانيه بقول ثقات، لان اينشتاين ثقه، عالم فيزيائي ثقه معروف،
لو قلت في اي حته في العالم اينشتاين يقول لك ده الفيزيائي الكبير البرت اينشتاين. لو قلت في اي حته في العالم ابن سينا هيقول لك ده العالم الرئيس اللي كتبه فضلت تدرس الى القرن ال 18. لو قلت في اي مكان في العالم ابن النفيس هيقول لك اه والله ده الطبيب المشهور الثقه. لو قلت في اي مكان في العالم ابو بكر الرازي يقول لك والله ده فعلا العالم المشهور الثقه. لو قلت وعددنا بيل جيتس، يعني هاجي اقول بيل جيتس مثلا وقاعد قدام الكمبيوتر دلوقتي، وجيت قلت بيل جيتس وبينارد شاطر في الكمبيوتر، هتقدم مين على حل المشكله؟ بس تحلفك بما تفكر. لو قدامك مشكله في الكمبيوتر وقدامك بيل جيتس وقدامك بينار، هتقدم مين على حل المشكله؟ هتقدم المشهود له بالثقه، المشهود له بالخبره، هتقدم بيل جيتس، مش هتقدم بينار عشان صاحبك ولا حبيبك. عشان كده بقول لك لا، علماء الدنيا ثقه ومعتمدين، كون حضرتك انك ما بتقبلش ليهم ثقه ده موضوعك. لما بقول ثقه مش معناه معصوم، لما اجي بقول عالم ثقه مش معناه معصوم. ليه انا سردت الموضوع ده؟ واديني دقيقه اخيره عشان اقول لك انه علم الحديث او علوم القران او علوم السنه بشكل عام تلقيناها عن علماء ثقات شهد لهم القاصي والداني بانهم علماء في هذا العلم، خرجوا الاحاديث وخرجوا علوم القران وخرجوا المتون وخرجوا العلوم، وشهدوا لهم بالصلاح وشهدوا لهم بالثقه وبالصدق. ده لا يعني ان هم معصومين، لا، بيخطئوا ويصيبوا، لكن خطأهم على انفسهم. طالما العلماء اللي هم متخصصين في نفس العلم اللي هو العلم الديني اقرروا لهم بالثقه، يبقى خلاص دول يا جماعه مقرروا. ازاي؟ لو انا عندي حديث الان في البخاري، ينفع انا كطالب علم اروح جايب الحديث واطبق عليه شروط الاخذ الحديث الصحيح 12 شرط او 14 شرط؟ هيقول لي ايه يا جاهل اللي انت بتعمله ده؟ ال 12 شرط ولا 14 شرط دول خلاص طبقوا العلماء قديما، انت بتعمل ايه؟ ده كلام عبث. طب اعمل ايه؟ اخد بعلم الاولين وخلاص. عشان كده لما بقول لك يا استاذ البير، انت لو حد قال لك ان الماء يغلي عند 100 درجه مئويه ما بتجيبش ترمومتر وبتحطه، فبتقول لي لا انا في المدرسه جابوها، وانا يعني الخبر عندي بين ثلاث، بين مصدق ومكذب وبين هذا وذاك، وانا هضعك بين الخبر المصدق. يعني انت صادق عندي ان انت في المدرسه جابوا لك ميه سخنه وحطوا فيها الترمومتر، مع ده كلام ما بيحصلش اصلا. يعني انا عمري في حياتي ما دخلت مختبر في المدرسه، لكن انت مصدق عندي صادق. معلش انا بقول اخر نقطه وهنتهي منها. لذلك بقول يا استاذ البير انه احنا بناخد كلام العلماء، بناخد تجاربهم على محمل التصديق خلاص، وما بنروحش نطبق الانشطار النووي ولا الانشطار الذري ولا بنقيس حتى الترمومتر في الميه عشان نستخلص منها ان هي 100. احنا خدنا الكلام ده نقلا عن العلماء ثقات، وليس معنى ثقه ان هو معصوم، وطبقناه وانتهت القضيه. يا ريت حضرتك مره اخرى رجاء شخص مني تعلق مره اخرى على ال 12 بعد اللي احنا ما بنشوفهمش، وتقول لي ادلتك على نفي الاله، لان انا الى الان لم استقي اي دليل على نفي الاله. اتفضل مايك معاك. اوكي، اشكرك. هو للاسف اللي فاضل دقيقتين ونص، عشان اكتر من ساعة الناس ما بتتابعش وبتمل، فممكن نكمل في فيديو اخر او نبدأ من جديد، بس مش مشكلة. اول شيء، البينة على من ادعى. حينما ادعي ان الذي خلق هذا الكون هو زيوس كبير الالهة ومجموعة الالهة المعاونين ليه، او اللي هو الالهة اصدقائه زي هيرا ومعرفش ايه والكلام ده كله، البينة على من ادعى. حينما ادعى احد العلماء بوجود حقل يسمى الهيجز بوزون، فضل 60 سنة كلامه غير معترف به، هو مجرد نظرية زي 16 بعد اللي حضرتك تتكلم عليهم. انا يعني افتكر هم يا 11 يا 13، معرفش بقوا 16 امتى، ممكن انا يعني ما تابعتش البحث ده او كده، بس وات ايفر. يعني كل الكلام ده يسمى نظرية فرضيات علمية، ماشي، وتسمى كنايات النظريات. حينما نأتي بتجربة مادية أو حينما نستخدم المنهج التجريبي على كلام أي حد، بيتبين إذا كان دي بقى مجرد كلام أي كلام ولا كلام حقيقي.
العلم يتبع المنهج التجريبي لا يتبع شيء. مفيش حاجة اسمها في العلم اصل نيوتن ده كان راجل ثقة في اي كلام يقوله نقول له امين وصدق نيوتن، مفيش الكلام ده. العلم يتبع المنهج التجريبي. معلش انا مش ذنبي ومحدش ذنبه ان حضرتك في المدرسة ما جربوش الكلام ده، ماشي، او كون ان حضرتك ما درستش الادلة او ما كنتش بتطبق عملي، فالكلام يعني برضو ده مش دليل ولا حجة. العلم لا يأتي لا يقر بصحة شيء إلا بالتجربة، إلا بالتجربة. مفيش حاجة اسمها أصل نيوتن قال كده فإذا الكلام ده صح، مفيش كده. ألبرت أينشتاين نفسه أخطأ، ماشي، وأعلن خطأه، ماشي، فما فيش حاجة اسمها عفوا ألبرت أينشتاين، ماشي، يعني في أخطأ وأعلن ده بكل صراحة. فما ينفعش تقولي لا أصل ألبرت أينشتاين ده راجل ثقة فأنا هصدق أي كلام بيقوله. فهمني؟ ما فيش حاجه اسمها كده في العلم. العلم يتبع المنهج التجريبي. وزي ما قلت لك الهيجز بوزون كانت نظريه ونظريه صحيحه زي الابعاد اللي بتتكلم عنها، ماشي، ما لم يقر بصحه هذا الكلام الا حينما تمت التجربه. فما تقعدش تقول لي 16 بعد من 16 بعد. كثير من النظريات الفيزيائيه موجوده الان، ماشي، هي مجرد فرضيات او نظريات عشان المعادلات تدي نتيجة صحيحة في النهاية، ماشي. لما يتم إثباتها زي ما احنا أثبتنا الهيجز بوزون ساعتها هنقول الكلام ده حقيقي. فمش أي حد يقول أي كلام تقول لي أصل ده عالم ثقة ومشهود له معرفش إيه والكلام ده كله. في من ضمن الحاجات اللي قلتها، ماشي، هات لي شيء واحد بيأتي من العدم. حضرتك قلت بلسانك هناك أشياء تأتي من العدم، اديني شيء واحد فقط بيأتي من العدم وأنا هصدق أي كلام بتقوله، وأتحداك لو قدرت توجد شيء يأتي من العدم. اوكي، موضوع ايه تاني؟ موضوع عفوا انت في مره في المداخله الثانيه تقريبا او الثالثه حضرتك قلت ان الالحاد سقط بسقوط الاتحاد السوفيتي، وبتكلمني بقى عن الماركسيه والشيوعيه والكلام ده كله. حضرتك معلش روح ادرس الحضاره اليونانيه، ماشي، من 500 سنه قبل الميلاد ومن قبل ومن قبل ومن قبل. هناك ناس لا تعتقد بوجود اله، ماشي، يعني الكلام ده مش جديد. يعني أبيقور أحد العلماء المشهورين والفلاسفة اليونان المعروفين، ماشي، حاطط معضلة اسمها معضلة أبيقور بتنفي فكرة وجود إله، وبناء على الفلسفة اللي قالها إن لو هناك إله هذا الإله شرير، ماشي. فما تقوليش الإلحاد سقط وما سقطش وظهر بظهور الاتحاد السوفيتي وانحدر معاه، ما فيش الكلام ده. حاليا في دول نسبة الإلحاد فيها تعدت ال 80%. عدد الملحدين في العالم حاليا يقدر ب1 مليار بناء على اخر احصائيه، وهجيب لحضرتك الرابط بعد الحلقه هجيبهولك. احصائيه 2012 كانت قدرت عدد الملحدين ب1 مليار. اوكي، عدد المسيحيين 2.1، عدد المسلمين 1.6. اكتر ديانه كانت الديانه البوذيه. هجيب لك الاحصائيه والناس يعني معرفش، يمكن انا بس اللي شفتها، بس هجيب لك الاحصائيه وهجيب لك المركز بتاعها الموثق. ايه كمان قلت لك الثقات والاشياء اللي من عدم والبتاع ده كله. لو بيل جيتس قال حاجه وحضرتك قلت حاجه عكسها، انا ولا هصدقك ولا هصدق بيل جيتس. هصدق الكلام اللي انت بتقوله لما تعمله في تجربه عمليه موجوده قدامي. انما معلش زي القوات المسلحه تقول لي اصل جهاز كفته ومش جهاز كفته، كل الكلام ده لن اصدقه الا لما يحصل تجربه. مفيش عالم، مفيش علم بيقول ان هذا الشيء صحيح بدون تجربه. يبقى كلام نظري، يعني ده كلام نظري. اي حد عالم مشهور، يعني لو ستيفن هوكينز مثلا ولا لو قلنا ميتشو كاكو قال اي كلام، هي وجهات نظر. لما ياتي بدليل على كلامه هنقول له كلامك صح وعلى عيننا وعلى راسنا. بدون دليل وبدون تجربه ماديه، ماشي، او بدون منهج تجريبي للشيء ده ونختبره ونلاقيه صح ولا غلط، يبقى الكلام ده كله قول اي حاجه انت عايزها، هصدقك لما تديني دليل على كلامك. فما فيش حاجه اسمها اصل بيل جيتس ده راجل مشهور واغنى واحد في العالم فانا اصدق كلامه، او نيوتن او اينشتاين ده عالم كل العالم شهد له يبقى اي كلام بيقوله هو صح، اصله ده راجل مصدر ثقه او عالم. ما فيش حاجه في العلم اسمها كده. بس اعتقد ان انا كده خلصت ما عندي، واحنا دخلنا في ساعه ودقيقتين، فممكن نقول حاجه اخيره حضرتك، وممكن انا اقول حاجه اخيره نختم بيها ونبدا حلقه من جديد سواء دلوقتي او بعدين، لان اكتر من ساعه الناس مش هتقدر تتابع، ومش يعني الحوار مش هيلاقي قبول قوي عند الناس طالما طويل. خلاص ماشي. هختم في دقيقة واحدة. على مهلك خالص.
قضية حضرتك قلت ان الاتحاد السوفيتي ومليار، وانا مش يعني هسيب الاحصائيات دي ليك انت تجيبها براحتك خالص. حضرتك قلت انه البينة على من ادعى. طب ما انت تدعي نفي الاله، انت تدعي انه ليس هناك اله في الكون، فليه ما بتجيبش ادلتك على هذا الادعاء؟ انا حقيقة مش عارف. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. يعقلون بس. الموضوع محتاج ناس بتعقل، مش محتاج ناس لا تفكر او ناس تخترع حاجة. الموضوع محتاج قوم يعقلون. فأدلتك على نفي الإله، انت بتنفي إله. طب أدلتك على نفي ما فيش. أنا هديك دليل على ان رسول الإسلام ده شخص مؤيد ومرسل من الله في دقيقة واحدة. رسول الإسلام ولد في عام اسمه عام الفيل. هذا العام غزاه شخص معروف جدا في التاريخ اسمه أبرهة الأشرم. ركزوا معانا يا شباب لو سمحتوا عشان المثال ده مش طويل. في عام الفيل غزا مكة رجل اسمه أبرهة الأشرم، وهذا الرجل كان والي على اليمن، واليمن كانت مقاطعة من الحبشة، والحبشة كانت مقاطعة لإمبراطورية الرومان. يعني يعتبر اليمن دي تعتبر كفر دي فرانس عندنا، أو كوم المطامير، حاجة زي كده، يعني قرية لا قيمة لها. يعني هذه القرية اللي هي المطامير أو عين شمس أو أي حاجة تعتبرها، أي قرية مستحقرة عندك، غزت مكة البلد اللي منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكادوا أن يهدموا الكعبة. طبعا حصلت معجزة معروفة جدا اللي هي طير الأبابيل، مش محل كلامنا الآن. محل كلامنا إنه بعد 40 عام خرج من هذه القرية رجل. هذا الرجل كسر أقوى إمبراطوريات العالم، كسرى وقيصر. كسرى للفرس وقيصر للروم. طيب يا جماعة احنا من 40 سنة يعني كان أمرنا صعب جدا. قرية زي كوم المطامير ولا عزبة النخل ولا عين شمس، تخيل ان أمريكا بتضرب في عزبة النخل السنة دي، وبعد 40 سنة يخرج واحد يهزم أمريكا وإنجلترا. الكلام ده مصدق؟ حد يصدقه؟ يعني في عقل يصدقه؟ طبعا لا. دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أنه رجل مؤيد، أنه رجل خرج من بيئة صحراوية مقفرة ضعيفة فقيرة، كان ينزو عليها يعني ضعاف الناس وكبار الناس زي اللي حصل مع أبرهة الأشرم في اليمن، وإذا به بعد 40 عام يكسر الإمبراطورية والإمبراطورية الشبيهة لها أو المقاتلة لها، بيكسر إمبراطوريتين في أقل من 60 سنة. أعتقد إن الشخص ده لو مش مؤيد ومش سوبرمان. اتفضل المايك معاك يا أستاذ أبير، اختم بما تشاء. آخر ما أحب أن أتكلم بشكل عام عن هذه المناظرة أو هذا الحوار، لأن أنا استمتعت جدا به. أنا لم أفرد في هذه المحاضرة غير 3 نقاط أو 4 نقاط على الأكثر، وعادة يعني حقيقة الأمر أني لم أخذ إجابة عن النقطة الفيزيائية اللي أثرتها والنقطة التجريبية اللي حضرتك اتهمتني فيها إن أنا يعني غير علمي وغير عملي، لأن أنا بقول إن التجارب يعني مش بحاجة للتجربة أنت بتاخد بيها مصدق وخلاص. لا، الأمر الأخير أنا آسف حتى لو وقفت التسجيل، أنا كلامي على بيل جيتس وبينار كنت بقول إيه؟ لو أني الآن أنت قاعد قدام كمبيوتر، الكمبيوتر ده فيه مشكلة وقاعد جنبك بيل جيتس وقاعد جنبك بينار، هتقدم مين لحل المشكلة؟ ممكن تجاوبني؟ هتقدم المصدق والمعلوم عند الناس، الذي له خبرة وباع، الذي له شهادة عند الناس أنه رجل مميز في الكمبيوتر. هتقدم بيل جيتس، عمرك ما تقدم بينار. اتفضل مايك معاك. اوكي، على العموم كل النقط اللي حضرتك قلتها انا رديت عليها، ممكن الناس ترجع لها عشان ما سردش كتير. وبخصوص القصه اللي حضرتك قلتها اخيره دي برضو ليست دليل
على وجود اله من عدمه. يعني في ياما ناس، واحد زي بوذا برضو كان واحد زي المهاتما غاندي. غاندي ده كان مجرد راجل عايش على معزة وملفوف بحتة قماش، وقدر يهزم بريطانيا وحرر الهند بدون نقطة دم. فاذا اعتبر ان المهاتما غاندي ده نبي او اله، فدي برضو ليست دليل على صحة شيء من عدمه. انا زي ما قلت في اول الحلقة البينة على من ادعى. حضرتك قعدت تقول لي كلام كتير، وقعدت تتكلم في العلم وتقول لي اصل العلم بيتاخد من ناس مشهود لهم بالخبرة او مشهود لهم بكذا. مفيش. انا علق بصراحة ده تعليق بسيط بالنسبة بس لي على مش اخر، علم. على اخر ماشي. بس تعليق من حضرتك، علق بس في اتفضل. اقل من دقيقه. مم. حضرتك قلت قارنت بين مهاتما غاندي وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ان النبي يعني كان لا انا ما مؤيد وكثر. قارنتش، انا ما لا، قارنتش. انا ما هكمل قارنتش. بس بعد كده اتفضل. انا صحح لي لو اسف، في اي. انا اسف. اتفضل. طيب، قلت انه لو انا هعتبر ان النبي كسر امبراطوريتين زي الفرس والرومان، فانا اعتبر ان مهاتما غاندي ان هو نبي لان هو حرر الهند بدون نقطه دم واحده. عايز اقول لحضرتك ان المهاتما غاندي ده مش صاحب عقيده، المهاتما غاندي ده صاحب فكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب عقيده، صاحب عقيده ثابته مؤرخه في الزمان يشهد لها القاصي والداني، له اتباع بالمليارات من 1400 عام. لو تقدر بان بكل 100 عام له اتباع بتقريبا 500 مليون، يعني بتضرب في 1400 سنه، يعني دي اتباع تقريبا ب 8 مليار او 9 مليار منذ نشأة الدعوة. لكن مهاتما غاندي صاحب فكر، راجل يحترم طبعا بجهاداته بتحريره للهند، الا انه اولا واخيرا لم يكسر امبراطوريتان قويتان كالفرس والرومان، فهو صاحب فكر وليس صاحب عقيده. وانا بشكرك على الحوار الطيب ده، واتمنى ان احنا يعني يتجدد بيننا اللقاء في اشياء اخرى، في حوارات اخرى. وشاكر لقناه حضرتك، وشاكر للاخوه الناقلين للروم عندنا، والاخوه اللي استمعوا واطالوا معنا الوقت لاكثر من ساعه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يمد في اعمارنا في كل خير وصلاح، وأن لا يتوفانا إليه إلا وهو راض عنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى صراط المستقيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى، هذه دعوة محبة مني، يمكن أنت تاخدها بشكل آخر إذا كنت أنا لا 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 شايفها لا غير لا، كده. انا متفهم أنا كلام حقيقة حضرتك، الأمر مفيش مشكلة. أنا أتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى لك الهداية، ولأهل بيتك ولذويك ولكل من تحب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاك إليه وهو راض عنك. ومتشكر جدا. السلام عليكم. اشكرك على الكلام الجميل اللي انت بتقوله رغم عدم اعتقادي بيه، ولكن مقدر مشاعر حضرتك ومتفهمها. ولكن عايز اقول نقطة صغيرة خالص. انا لم اقارن بين شخص المهاتما غاندي وشخص محمد. انا اتكلمت وقلت ليس بمعنى ان هناك شخص ما فكره نجح وعمل شيء كويس ان معتقداته مظبوطة. يعني انا لم اقل ان اذا المهاتما غاندي هو نبي او كذا. يعني قلتها في كلامي وبأكد عليها تاني، ان مش معنى ان هناك شخص ما، يعني مش معنى ان هرقليطس سنة 500 قبل الميلاد هو اللي تنبأ بشيء اسمه ذرة، ماشي، واكتشفناه بعدها ب2000 سنة، ماشي، اذا هرقليطس نبي او اصدق كلامه او كذا. يعني لا يؤخذ. يعني انا واحد من الناس ما باخدش بالكلام ده. لما تقول لي شيء بحتاج ان انا اجربه، وايا كان. مش معنى ان انسان اكتشف شيء او عمل شيء جيد اذا ان معتقدات هذا الانسان صحيحه. ما بيل جيتس ملحد، ما اللي عمل الفيسبوك ده ملحد، ما اللي عملوا الانترنت دول ملحدين. هل معنى كده ان اعتقاداتهم صحيحه وهم غزوا العالم كلهم بالكمبيوتر او بالموبايل او بالمخترع بتاعهم؟ هذا ليس دليل على صحه معتقدهم. حضرتك استخدمت المغالطه دي. انا لا اقارن بين شخص محمد واي شخص تاني، ولكن مش معنى ان شخص عمل شيء ونجح جدا اذا الشيء ده صحيح، ومش معنى ان كل 90% من الناس متفقه على شيء ان الشيء ده صحيح. الشيء يثبت صحته بالتجربه، زي ما قلت الهيجز بوزون او اي تجربه علميه. جميل جدا. احنا مره جايه نتكلم في الهيجز بوزون لان ما عنديش اي خبره بيها. تمام. واطلب منك طلب وانا عارف ان انت هتبقى مرحب بيه. احنا الطلب اللي انت هتبقى مرحب بيه، اللي انا معتقدي بيقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فانا استاذنك ان حتى لو اقيم بيننا وبين بعض حوار في اي وقت اخر، ان حتى ما تقولش صلى الله عليه وسلم، تكتفي بقول رسول الاسلام. وانا عارف ان كلامي ده مرحب عندك. لا ما فيش مشكله عندي خالص. يعني ما عنديش اي مشكله. وانا اسف لو كلامي كان فيه نوع من التجريح لاي حد. انا لا اقصده، والموضوع مش شخصي. انا يعني معتقدي فقط. يعني انا لا تحت امرك، ما فيش مشكله. انا اسف لو ما كنتش خدت بالي في النقطه دي. ما فيش مشكله. لو حصل بينا ان شاء الله اي حوار مره اخرى يعني انا اتشرف. الله يكرمك. تمام. اشكر كل اللي تابعونا،
سواء مع حضرتك او على غرفة البلتوك او على القناة. انا مجرد ما اخلص الفيديو على طول هبعت لحضرتك اللينك برضو، اللي يحب يشاهدوا او يتابعوا لعل وعسى يكون كلامنا يفتح للناس طب اذهانهم معلش، ويفكروا اكتر مع. معلش مش هاخد من وقتك اكتر من دقيقه ممكن؟ اتفضل. طيب انا كبنار، انا يعني في الاخر دعوه الله سبحانه وتعالى لك بالهدايه، صح؟ الهدايه دي اذا الله سبحانه وتعالى اراد ان يهديك الى صراط مستقيم ستلقى جنه، وان لم يعني ان لم يعني تتلقاها عياذا بالله ستلقى نار، تمام؟ هذا انا ما اقدمه اليك، اما جنه اما نار. تمام. ممكن تقول لي في عجاله ماذا تقدم لاي صاحب ديانه اذا الحد؟ يا سيدي الفاضل، الالحاد ليس دين. ماشي، الالحاد مش هيقول لك صدقني عشان اديك حاجه حلوه بعد ما تموت. اوكي، وحتى لو قلت بالجنه والنار، هذه اشياء لا يوجد اي دليل عليها. يعني قول لي الجنه دي موجوده على انهي مجره ولا فين، واتاكد من صحه كلامك وعدمه. ومعلش حضرتك، في ديانات اخرى كثيره قالت ان الحياه بعد الموت شكلها مختلف. اول ناس من امنوا او اعتقدوا بوجود حياه بعد الموت هم القدماء المصريين. اليهوديه ذات نفسها ما فيهاش حياه بعد الموت. وفي زي الهندوسيه بتؤمن بالكارما وتناسخ الارواح، ماشي، وبتؤمن بحياه بعد الموت، ولكن ما فيش حاجه اسمها جنه ونار. فممكن حضرتك تقرا عن تناسخ الارواح والكارما والهندوسيه، برضو ما فيش دليل على صحه الكلام ده من عدمه. اوكي، انا لا سؤال. اقدم لاي حد شيء ولا اخر اعد سؤال. بشيء لا املكه، ولا اعد باي كلام ما عنديش دليل عليه. جميل جدا، جميل جدا. اخر سؤال. اتفضل. لو انك يعني بعد عمر طويل الله سبحانه وتعالى قدر لك الموت وقابلت الله سبحانه وتعالى، بماذا تخبره او بماذا تعلل انكارك له في حياتك الدنيا؟ الكلام ده موجود عندي في مقالة اسمها ماذا بعد الموت، مقالة وفيديو باختصار خالص. هما نقطتين. اول شيء، لو هذا الاله اله عادل ليس اله عنصري او طائفي، ماشي، فهو سيحاسبني على حسب اعمالي، واجد ان اعمالي وكلامي هو كلام طيب جدا وكلام بيدعو الى الخير. عمري ما دعيت لعنف، عمري ما اذيت حد، عمري ما حرضت بالعنف على حد، عمري ما احتقرت شخص او عملت حاجات من هذا القبيل. لو هو اله ليس عنصري واله عادل وهيحاسبني على حسب اعمالي ومبادئي، ماشي، فانا اعتقد ان هو هيحاسبني خير، مش هيحاسبني بشكل سيء، او هيقول لي لا اصل انت ما كنتش بتعمل اللي انا قلت عليه، او انت ما شفتنيش وما امنتش بيا فهحطك في النار. دي اول نقطة. النقطة رقم 2، لو الاله ده فعلا يعلم كل شيء، فهو يعلم انني فضلت ابحث في الاديان وادرس عشان اصل لقناعة منطقية، قناعة من وجهة نظري او على حسب حدود عقلي الضعيف الصغير، ماشي. فهو عارف ان انا بحثت بجد وباخلاص، ماشي، وما كنتش هخسر شيء لو كنت بقيت مسيحي زي ما انا او مسلم. بس انا عشان محايد قلت انا ملحد، انا ما كنتش هخسر شيء لو قلت انا متبع دين او كذا، يعني مش هخسر شيء. فاذا هو العاتق عليه هو، يعني هو اللي مسؤول، هو عارف عقلي، هو الوحيد الذي يستطيع هدايتي. هو اللي يقدر يقول لي انا زيوس ولا كريشنا ولا اهورا مازدا ولا انكيدو ولا امون ولا رع ولا المسيح ولا يهوى ولا الله بتاع الاسلام ولا اي اله فيهم. فهو الوحيد القادر على هدايتي. فهو ما هدانيش، انا مش مسؤول. هو عارف ان عقلي محدود زي ما حضرتك بتعتقد، فكون ان هو ما وصلش لعقلي المحدود وما فهمنيش، فدي مسؤوليته هو مش مسؤوليتي انا. ساعتها انا اللي هقول له ازاي حضرتك ما فهمتنيش وجودك وما قدرتش توصل لعقلي، او ازاي ما قدرتش تهديني. كون ان هو ما قدرش يهديني دي مشكلته هو، مش مشكلتي انا. وثانيا، اتمنى وارجو منك ان انت تجاوبني، لو وجدت في النهاية الاله زيوس ووجدت ان المسيحية واليهودية والاسلام ده كلام ما كانش مظبوط، هتقول لي زيوس ايه؟ تمام جدا. انا الاول يعني انا ما قطعتكش في الرد نهائي، يعني حتى افسح المجال للمستمع، سواء المستمع الان او المستمع فيما بعد، انه تقريبا الاستاذ البير قلب الايه. يعني اللي هيحاكم في الاخر مش ربنا هيحاكم العباد، لا، ده البير هيحاكم الاله. انت فاهمني؟ قضيه ان انا لو جيت في اخر حياتي ولم اهتدي الى الاله الحقيقي زي ما حضرتك بتقول، لا، انا مطلوب مني كمسلم ان انا ابحث في الكتب بشكل جيد جدا، واؤمن بالانبياء، واؤمن بالكتب، واؤمن بالقدر خيره وشره،
ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، مش ممكن. لكن أنا أولا وأخيرا أمنت بإله يقدر جميع الأنبياء، يقدر جميع الكتب، وإن كانوا أصحاب هؤلاء الكتب يعني حرفوها وبدلوها، ولكن أقر بأنبيائهم وحسنهم وفضلهم على العالمين. وأؤمن بإله، عندي حديث في البخاري يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. دي القاعدة اللي أنا بشتغل عليها. مش هاجي أبدا يوم القيامة حاسب ربنا، المشهد غير ما أنت متصور. يعني المشهد غير ما أنت متصور إنك أنت هتقف أمام الله وتقدر تقول له أنا بحثت عنك وأنت ما لقيتكش، أنا بحثت، أنا كنت كويس وما حاربتش وما قتلتش ولا قتلت وأنت مش عاوز تقبلني. الموضوع مختلف تماما. أنا لم أقاطعك لسبب وحيد فقط، إن المستمع الآن والذي سيستمع لك فيما بعد سيعلم تمام العلم إن فكرتك عن الله فكرة محدودة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب. وأنا قلت لك الكلام ده: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إحنا اللي هنتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. الله لا يسأل عن أي فعل يفعله. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل هذا اعتقاد أي إنسان، يعني مش عاوز أقول عاقل عشان حتى لا تفهم بالمعاكسة عليك إنك أنت غير عاقل. هذا فهم أي شخص لم تنتكس فطرته أبدا. بشكرك وبشكر القناة عندك، ومش عاوزين نطول أكتر من كده، وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات متكررة. سامحني، عايزة ممكن مش هنسترسل بمعنى نسترسل، بس حضرتك برضو ما قلتليش هتقولي زيوس ايه. حضرتك فضلت تستشهد بكلام الاسلام، وانا قلت لك ماذا لو كان الاسلام ليس صحيح وكان الاله هو الاله زيوس؟ أجاوب؟ فحضرتك ما قلتليش هتقولي زيوس ايه. طب جميل جدا. أنا كإنسان عاقل لا أستطيع أن أضع نفسي في هذا الموقف أصلا، لأني ما أعرفش الإله اللي أنا ما كنتش بعبده بحق أتصرف معايا إزاي. أنا مش هحاكمه، أنا إنسان أحقر وأقل إن أنا حاكمه. هتقف قدامه وتقول له إيه؟ هيقول لك أنت كنت كافر بيا ولم تقرأ الكتب ولم تبحث بشكل حقيقي. يعني أنت ما درستش كل الديانات ماشي ولا شفتها، فأنت لم تقرأ. بص يا أستاذ أمير، زيوس إله الآن إله متضع، يعني إله منكر خلاص بقى في الحضارات القديمة وانتهى. يعني قصته أصلا مراجعتها الآن أو فتح باب إن الإله هو زيوس يعني أمر أقرب إلى الخرافة. ومع ذلك إن أنا بقول لك إن زيوس ده إله الإغريق والرومان واليونان وكذا، واسترجاعه الآن إلى الوقت الذي نحن فيه الآن أقرب إلى الخرافة منه إلى الواقع. ومع ذلك أقول لك أنه وإن كان ما تقول أنت، أنا لا أستطيع أن أتخيل الموقف كيف يكون حقيقة. أنا إنسان صريح مع نفسي. وإن كان أشكرك لأن حضرتك نهيت الموضوع وقلت لي لا أستطيع أن أتخيل هذا. ما أنا قلت لحضرتك تخيل هذا. لا ثواني. أنا لم لا ثواني أعذرني. تخيلت وقلت لك رد. لا مفيش. بص أقول لحضرتك على حاجة، أنت فهمت كلامي تخيلي للإله خطأ. لا أنا ما قلتش أنا مش قادر أتخيل إن هناك إله غير إله الإسلام. لا أنا ما قلتش كده. أنا بقول لك أنا لا أتخيل الموقف اللي هكون فيه. أنا بقول لك افترض. ما أنا بقول لك افترض تخيل. ما أنا بقول لك تخيل. أنا بقول لك أنا كإنسان عاقل عندي فطرة سليمة أقول بأن هذا الزيوس الذي تدعيه هو إله إغريقي أسطوري خرافي انتهت حرفته. مش هينفع نتخيل إنه خرافة، لأنه خلاص انقطع العبادة لزيوس انقطع. لا في ناس أنا معتقد بزيوس. إيه رأيك؟ طب انت كده مش ملحد، ده كده معتقد بإله يوناني قديم. هيبقى لينا فتح مش بالشكل يعني اللي هم قالوه. ده هنتكلم فيه تاني. لو خدت بالك في اول كلام لينا انا قلت لك باذن زيوس، لو اخدت بالك ماشي. فده ليه فلسفه خاصه عندي، ممكن يعني لو اتيحت الفرصه ان نتكلم فيها بس باذن ربي ايا كان مش مشكله، لان كده وانا بدعوك قبل النهايه انك انت تراجع المسائل اللي قلت لك عليها الخاصه بالابعاد ال 16 اللي هم 16. يا الفاضل انا معلش انا عايز الاله هو اللي يهديني، اوكي؟ لان انا مش، انت بتعتقد الانسان عقله محدود ولا عقله مش محدود؟ من اتى الي باعا تتوي ذراعا يا سيدي الفاضل، حضرتك فحصت نواياي وشفت ان انا لجأت لله فعلا ولا لا؟ هل شفت ان انا فعلا في وقت من الاوقات كنت بصلي الصلاه الاسلاميه وصليت الصلاه المسيحيه وكذا، وكنت بتحدث مع اله مجهول لا اعرفه ابحث عنه وما ادانيش هدايه؟ يعني ما تقوليش الكلام ده، صدقني انا عملته. ولو ما كنتش عملته بإخلاص، لو كان أي إله من الآلهة الكثيرة دي رد عليا، حتى افترضت إن الإله ده شيء مجهول وكنت أناجيه في بحثي وكنت أناجيه في هدايتي وهو ما هدانيش، فما تقوليش يلجأ إلي. ما أنا لجأت لكل الآلهة ولجأت لإله مجهول أنا لا أعرفه، لعل وعسى يأتيني بالهداية.
فالله هو اللي بيهدي، او الاله وات ايفر بقى اسمه الله ولا زيوس ولا كريشنا ولا يهوه ولا المسيح، الاله هو اللي بيهدي مش الانسان، ولا الانسان يقدر يهدي نفسه. ماشي، فمن يهديه الله فلا مضل له. فمعلش يبقى الهدايه دي على الله مش عليا ولا عليك، انا مهما نعمل مش يكون لنا هقدر اهدي لقاء اخر ان نفسي شاء ولا الله. انت هتقدر تهديني، الله هو اللي يقدر يهديني. هيكون فقول لربنا بقى هو اللي اكيد يهديني مش لقاء انا. اخر. تمام، اسال الله سبحانه وتعالى يهديك وان يؤمن من يسمعون الان على هدايتك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يردك الى دينه ردا جميلا، ويهديك ويهدي اهل بيتك وكل من تحب. استاذنك الان، اشكرك اشكرك جدا. الطيب ده، وان شاء الله ونشكر يكون كل لنا المتابعين. لقاء اخر وحوارات اخرى باذن الله. انا تحت امرك وتحت امر اي حد، وسكايب بتاعي شكرا. موجود، تقدر تديه للناس لو حد يحب يشرفني انا اتشرف. برضو على قناة يوتيوب بتاعتي هتلاقي، او لو كتبت البير صابر على جوجل هتلاقي موقع اسمه albersabr.com، هتلاقي كل سكايب وفيس وكل حاجة. اللي يحب يتواصل بيا اهلا وسهلا بيه، انا برحب بالحوار مع اي معتقد كان، ما عنديش مشكلة طالما في حدود الادب واللياقة والحوار المهذب الهادف. انا اتشرف. في امان الله. السلام عليكم. اشكركم جميعا، مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم.